بيطلع 25 مليون بيضة. بدأ بحلم وعمل إمبراطورية بيض ومحدش عارف ينافسه في السوق. حول الصحراء لمزرعة من أكبر وأعرق المزارع اللي بتدخل ملايين في الشهر. ساهم في حل مشكلة البيض وعمل اكتفاء ذاتي للمحافظة كلها. يا ترى إيه حكاية مزرعة شوشة واللي اتكلم عنها محافظ المنيا بنفسه؟ تعالوا معايا علشان تعرفوا إيه الحكاية. من أكبر مزارع البيض في مصر، بيشتغل فيها آلاف العمال، موجودة وسط الصحراء الغربية في محافظة المنيا، وتحديدا في مركز صمنلوط. واحدة من أكبر المشروعات مزارع شوشة للدواجن، المشروع اللي قدر يعمل فرق حقيقي في سوق البيض في مصر. بس يا ترى بدأ إزاي وعرف يوصل للمستوى ده؟ والفكرة دي جات له منين؟ الحكاية بدأت سنة 1979 لما قرر صاحب المشروع انه يحول جزء من الصحراء الجافة قلعة انتاج غذائي ضخمة. في الاول كانت المساحة صغيرة والامكانيات على القد، لكن بالاصرار وبشغل على مدار سنين كبرت المزارع واتطورت وبقت واحدة من اكبر مزارع الدواجن في مصر، مش بس في عدد الدواجن لكن كمان في التأثير اللي عملته في السوق. النهارده المزرعة دي بتنتج حوالي 25 مليون بيضة في السنة، يعني بالمعدل اليومي أنا بتكلم في حوالي 65 ألف بيضة بتخرج من هناك كل يوم، أو ما يعادل 2160 طبق بيض. المفاجأة إن المزرعة دي مش بس بتنتج لكن كمان بتثبت الأسعار، يعني طبق البيض بيطلع من هناك ب 148 جنيه والمستهلك بياخده بحد أقصى 150. وده كان ليه دور كبير جدا في إنه يقضي على أزمة البيض واللي واجهت محافظة المنيا ومراكزها في وقت قريب. ومش بس محافظة المنيا، الفترة الأخيرة أسعار البيض كانت في السماء في مصر كلها. المشروع نجح ووصل اسمه لكل جزء في مصر، ومش بس مصر، ده عارف يعمل اسم معروف وبالذات في دوره في حل مشكلة البيض في المنيا، وعرف يعمل اكتفاء ذاتي للمحافظة كلها، لدرجة ان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بنفسه قالها بصراحة: مزارع شوشة ساهمت في الاكتفاء الذاتي للمحافظة من بيض المائدة، وقريب هنبدأ نوزع الفائض على باقي المحافظات. ده غير ان البيض بيتوفر في كل المعارض والسلاسل التجارية، يعني الناس بقت تلاقي البيض بسهولة وبسعر معقول كمان. المشروع فيه حوالي 99 ألف فرخة، وكل واحدة منهم شغالة بإنتاج منتظم ومراقب بأحدث التقنيات. ده لأن إدارة المزارع مهتمة دايما بالتطوير، سواء في العنابر أو في طرق التغذية أو حتى في أساليب الرعاية البيطرية. القصة دي مش بس عن مشروع اقتصادي ناجح، دي عن أمن غذائي، عن استثمار في وسط الصحراء، عن فرص شغل وإتاحة منتج مهم بأسعار في متناول الناس. واللي بيخلي التجربة دي مميزة هو الإصرار على الاستمرار والتوسع والتحديث رغم كل التحديات. اللي حاصل في مزارع شوشة نموذج لازم يتعمم، سواء في قطاع الدواجن أو غيره، لأننا فعلا محتاجين مشروعات زي دي تضمن استمرار السوق وتوفر احتياجات الناس، والذات بقى وسط الغلاء ومشاكل السوق. في حد اشتغل وسكت وزرع وحصد وساهم في تقليل العبء على ملايين المصريين. حقيقي تحية كبيرة لكل فرد بيشتغل جوه مزارع شوشة، من العامل الصغير